السلام عليكم، ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه شنقول لكم ما شاء الله عليها. جيتكم بوصفه البيتزا بطريقه جديده، بيتزا سوفلي، نقدروا نقولوا لها بيتزا سوفلي، بصح تجي فيها واحد البنه ما عندي ما نقول لكم، وتجي خفيفه قطن. ما نطولش عليكم، نروحوا نشوفوا المقادير تاع الوصفه. هنا بالنسبه للوصفه ديت زوج كيلات تاع فرينه مع نص كيلة تاع سميد رطب بيان سور. نزيدوا لها مغرف كبيره تاع السكر، نزيدوا لها مغرف كبيره تاع خميره الخبز، نزيدوا لها مغرف صغيره تاع الملح، ونخلطوا هذوك النواشف نخلطوهم. ومن بعد كي نبدو نزيدوا في الماء، نزيدوا في الماء حتى تنطم معانا لاباط تاعنا، تولي بهذا الشكل، تولي تتلصق في اليد، تقعد شويه تتلصق. هنا حكمت شويه تاع الدهان ولا شويه تاع الزبده، وبديت ندخلها في هذيك لاباط نتاعنا، ومن بعد نغطيو عليها، نبلعوا هذيك البول ونغطيو عليها ونخلوها تتخمر. هنا ابخي ما تخمرت غادي تلقوها حكمت روحها، نهبطوا لها الخميره وندير شويه فرينه في سطح العامل عفوا، ونحطوا لاباط نتاعنا، نقسموها الى هاد الكميه تخرج لكم 4 كويرات، نقسموها على 4 كويرات كما راكم تشوفوا بهاد الطريقه. نرمضوهم شويه في الفرينه باش ما يقعدوش يتلصقوا بهذا الشكل، ونبدو نحلو في لاباط نتاعنا. بالنسبه للحشو يبقى اختياري، كيما انا للداخل درت لها قليت شويه تاع الدجاج، صدر تاع الدجاج قطعته الى قطع صغيره، مع شويه تاع البصل، مع 2 حبات تاع بصل، وقليتهم في الزيت مع شويه تاع فلفل كحل، شويه ثوم، قليتهم غايه مع التوابل الشاورما، قليتهم وشويه ملح. كي تقلاو معانا حطيتهم جانبا، وحضرت لاصوص طوماط، صلصه الطماطم كيما كاع نعرفوها. كاين اللي يديرها بالبصل، اللي يديرها بلا بصل، انا ما نديرش فيها البصل، ندير غير طوماطيس، نقليها مع شويه تاع زيت زيتون وزوج فصوصات تاع الثوم، ونخلوها ورقه تاع رند، شويه تاع الارب دو بروفونس ولا شويه تاع زعتره، ونخلو لاصوص تاعنا طيب في غردها مع شويه تاع الماء، ونخلوها طيب في غردها. هادو هما المكونات اللي درتهم في هاد البيتزا. دونك نبدو نحلو في لاباط كيما شفتوني حليتها بالرولو، حطيتها هنايا في الصينيه اللي غادي ندخلها للفرن، وبديت نحط فيه هذاك الحشو تاع البصل مع الدجاج تاعنا. وهنا حطيت في الجوانب شويه تاع فخماج بونسيون بهذه الطريقه. تقدروا ديروا فرماج بونسيون ولا اي نوع تاع جبن كان متوفر عندكم. وعاود تاني البول الزاوجه ولا الكويره الزاوجه حليتها بالرولون وحطيتها من الفوق، غطيت بلعت على هذاك الحشو تاعنا بهذه الطريقه كما راهي تبان في لا فيديو، راه موضحه كل شيء. بلعت عليها في الجوانب، وبديت نضيف في صلصه الطماطم اللي حضرتها وقلت لكم على المكونات تاعها. وهذه هي حطيت كامل هذيك لاصوص. وهنا بديت نزيد شويه تاع، هنا يبقى على حسب الذوق، يبقى اختياري ولا على حسب شكون عندكم. انا هنا كان عندي شويه فلفل حار قطعته قطع صغيره مع شويه تاع زيتون اخضر، شويه تاع موزاريلا، ضفت لها شويه تاع موزاريلا، شويه تاع شيدار وغرير. وهذه هي البيتزا تاعنا، راح ندخلوها الفرن. هنا نزيد لها شويه نزيدوا لها حبيبات تاع الزيتون نزينوهم. من بعد ما حطينا هذاك الجبن نزينوها بشويه تاع زيتون اسود بهذه الطريقه، ونديروها في الفرن. دونك هذه هي النتيجه من بعد ما درناها في الفرن طيب على 280 عفوا 280 درجه. شوفوا معايا كيفاش تخرج خفيفه قطن ما شاء الله، فيها واحد البنه. ما عليكم غير تسيوها، وعلى بالي غادي كي تسيوها غادي تنال اعجابكم. بقى لي نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم، على بروشين، ما تنسوش ديروا لي ابوني. باي.